لو فكرتي تشتري البانيه الجاهز ايا كانت الماركه اللي هتجيبيها، فكلنا عارفين ان هي فراخ مفرومه مع شويه اضافات ومتغلفه بالبقسماط، لكن سعر الكيلو دلوقتي بقى غالي قوي. احنا هنعمله في البيت بتتبيله ممتازه جدا، والكيلو هيبقى 2، ومعانا الميزان وهنشوف مع بعض الوزن بالظبط. علشان تطلعي الضعف يبقى هتوفري فلوس كتير، هتعملي منتج نضيف جدا وممتاز، وهتتبليه بالتتبيله المظبوطه، وهيطلع معاكي ذهبي بلون خطير وكريسبي وطعم ملوش مثيل. يلا بينا بقى نشوف عملناه ازاي، ونسمي الله ونصلي على الرسول. وفي الاول كده نجيب صدور الفراخ، او بتستخدمي وراك ايا كان الحاجه اللي انت بتحبيها، المهم اوزنيها في الاول. يعني لو هتستخدمي نص كيلو فاعرفي ان هيطلع لك كيلو في الاخر. انا معايا 800 جرام من صدور الفراخ قطعتها. انا غسلتها الاول، صفيتها من الميه، بعد كده قطعتها وحطيتها في الكبه وسبتها تتفرم. وبعد كده حضرت بصلتين برضو فرمتهم ناعم، بس حطيت في الكبة معلقتين 3 مية علشان البصل يتفرم ناعم جدا. لو فرمتيه من غير مية هيكون خشن الى حد ما. بعد كده هشيل مية البصل خالص. احنا هنحتاج في الاول الطفل بتاع البصل، بس المية دي اوعي ترميها، هنركنها على جنب بس مؤقتا، بعد كده هنستخدمها. ودايما خلي عندك حتة تل او اشارب نضيفة مخصصة للمطبخ تصفي بيها مية البصل بالشكل ده. طريقة سهلة وسريعة هتضمن لك ان البصل مش هيبقى فيه ولا نقطة مية زي ما انتوا شايفين كده. طب احنا ليه استخدمنا البصل؟ الوصفة الأصلية ما فيهاش بصل. طب جربي الطريقة دي وجربي تتبيلتي وشوفي الطعم بنفسك، هيطلع أحلى من اللي بتشتريه بكتير. كده الفراخ اتفرمت أو صدور الفراخ اتفرمت ناعم، ومعانا البصل شلنا المية بتاعته. هننزل بقى بتفلق البصل على صدور الفراخ، ومعانا ربع كيلو من الفيجيتار الجاهز. يعني ايه؟ يعني اللي بنجيبه من عند العطار، هو بيبقى جاهز كده في الملح بتاعه وبيبقى فيه تتبيلة بسيطة، لكن احنا مش هنهتم بالتتبيله اللي في الفيجيتار دي. المهم احنا هنحط البقسماط اللي من عند العطار او الفيجيتار اللي من عند العطار. انا احتاجت ربع كيلو. فرغت البقسماط او الفيجيتار في الكوبايه علشان لو انت عندك كميه كتيره تقدري تعرفي اللي هتحتاجيه. الربع كيلو عيار لي كوبايه ونص. بعد كده هحتاج لمعلقتين كبار مليانين من اللبن البودره، وده برضو تجيبيه من عند العطار، سعره مش غالي قوي، وممكن تجيبي كميه بسيطه تعملي بيها الوصفه دي. بعد كده حطيت معلقتين صغيرين مليانين من البيكنج باودر. بعد كده حطيت نص معلقة صغيرة مليانة جنزبيل باودر وبصل باودر. وهحط يعني ربع معلقة من التوم الباودر. انا هنا ما كترتش التوم علشان البانيه في الاخر ما يقلبش طعم السمك. تمام. بعد كده حطيت الفلفل الاسود نص معلقة صغيرة، ونص معلقة صغيرة بهارات ناعمة او مطحونة. معايا هنا بقى بهارات الفراخ معلقتين صغيرين مليانين، وتقدري تزودي شوية كمان. نفرم بقى فرم ناعم تاني، ونرجع هنا لمية البصل. هنفضي مية البصل في طبق صغير شوية، وننزل عليها بمعلقتين دقيق ومعلقتين نشا. انا هنا بستعمل المعلقة الكبيرة اللي هي معلقة الاكل، يبقى معلقتين دقيق ومعلقتين نشا ومعلقة لبن بودر ومعلقة صغيرة مليانة من بهارات الفراخ. لو ما عندكيش بهارات فراخ تقدري تستخدمي السبع بهارات. تمام. كده هنخلطها كويس قوي، وبعد كده نحط رشة ملح بقى، بس نخلي بالنا بقى من كمية الملح علشان الفيجيتار اللي هتجيبيه من عند العطار بيكون مملح. انا ما حطيتش مع الفراخ لان هو عندي كان مملح بزيادة، لكن لو هو دلع هتحطي شوية ملح مع الفراخ وهي بتتفرم. تمام. ده كده الخليط اللي احنا هنستخدمه بتاع مية البصل. والفراخ عندي هنا اتفرمت ناعم. نجيب شوية مية ونبتدي نشكل. بس قبل ما نشكل هنشوف بقى البقسماط اللي هنستخدمه. بصوا العجينة عاملة ازاي، فيها تلزيقة بسيطة، بس احنا هندهن ايدينا بالمية وهنتحكم فيها بكل سهولة. معايا هنا البقسماط او الكريسبي، او يعني في ناس بتقول عليه كورن فليكس مطحون. المهم ده انا جبته من السوبر ماركت. الكمية دي تقريبا ربع كيلو. فرمتها في الكبة لان هي خشنة قوي. فانا عاده في البيت ما بحبش البانيه اللي الطبقه اللي عليه من بره او الكفر اللي عليه من بره خشن قوي. فاديته فرمه كده على السريع، ونزلت عليه بثلاث اربع معالق من البقسماط الناعم. تمام. البقسماط الناعم هيخلي الكفر اللي بره يمسك معايا شويه، وهيزود لي الكميه، يعني هيديني طعم مظبوط. فانت لو حابه تستخدمي الكريسبي لوحده، اللي هو البقسماط الكريسبي قوي ده، فهتقدري تستخدمي لوحده من غير ما تطحني.
نبتدي نشكل بقى نبل ايدينا بشويه كده بسيطه من الميه، وناخد الجزء اللي احنا خدناه ده ممكن ان احنا نلفه بالطول على ايدينا زي الصوابع كده، وبعد كده نبططها ونضغط على الجناب من تحت علشان تدينا الشكل بتاع البانيه اللي هو الجاهز. بعد كده نحطه في الخلطة اللي هي مية البصل والدقيق، بعد كده نغلفه بالبقسماط. تمام. ناخد حتة كمان نبل ايدينا ونكورها. هنا بقى المرة دي انا هكور، بعد كده هضغط عليها بصوابع الايد لحد ما تتبطط معايا، وفي الجناب هضغط عليها بالجنب كده هتديني الشكل المعروف. يبقى انت تقدري تلفيه رول، قطعة الفراخ يعني تلفيها رول على ايدك وتضغطي على الجناب، او ان انت تكوريها. الطريقتين اسهل من بعض وهتتشكل معاكي بنفس الشكل اللي انت بتشتريه بالظبط. ودي الكمية اللي انا عملتها، طبعا لسه في شوية كمان، لكن نفس الطريقة بالظبط اللي انت بتشوفيها، يعني القطعة بنفس الشكل بنفس اللون. حجمها كبير، الارتفاع بتاعها كمان كويس، يعني انا مش عاملاها رقيقة قوي. الكمية دي 28 قطعة. نقدر طبعا لو انت حابة ان القطعة نفسها تكون اقل من كده او ارفع من كده، فهتعمل لك عدد اكبر بكتير. في شويه كده لونهم فاتح، انا عاملاهم ببقسماط ناعم لان مش كل اللي في البيت بيحبوا البقسماط الخشن. تقدري بقى ترصيه في الطبق وزي ما هو كده تغلفيه وتشيليه في الفريزر. طبعا هتحطي العدد اللي انت عايزاه حسب عدد الافراد اللي في البيت، وتجمديه وتطلعيه على التسوية على طول. وسيبك من الطريقة القديمة اللي بيحطوا فراخ وبقسماط بس او فيجيتار بس، المنتج بيطلع ضعيف في الطعم وبيطلعش متبل كويس. جربي الطريقة دي بنفس التتبيلة، جربي البصل او تفل البصل مع الوصفة وشوفي قد ايه الطعم هيطلع معاكي جميل جدا. نوزن بقى علشان نشوف الكمية زي ما قلنا. لازم اللي انت بتحتاجيه مع الاضافات دي من الفراخ، يعني مع الاضافات هيديكي ضعف الكمية. معانا 800 جرام من صدور الفراخ، بالاضافات اللي شفتوها بقى 1625 جرام، يعني نقول 1600، يعني الضعف بالظبط. كيلو الفراخ هيعمل لك 2 كيلو. اعملي الكميه اللي انت عايزاها، غلفيها، حطيها في الفريزر، هيبقى عندك كميه حلوه قوي في البيت، هتوفري كتير، هيطلع بطعم لذيذ جدا جدا. واهم حاجه ان انت هتبقي ضامنه نظافته كويس. هنا بقى انا بقلي شويه علشان نشوف شكله. القطعه متماسكه بلون حلو، طلع كريسبي، ريحتها حلوه قوي وهي بتتقلي. مفيش حاجه ولا فتحت ولا شققت ولا الكلام ده خالص. سخني الزيت كويس، بس خلي النار وسط علشان الكفر اللي بره ما ياخدش لون ذهبي بسرعه، والفراخ من جوه تبقى نيه. فخلي بالك من التسويه علشان يطلع معاكي مظبوط. خلي بالك هو بياخدش وقت في التسويه، فخليكي واقفه جنبه قلبيه وطلعيه على مناديل المطبخ، هيطلع بلون جميل جدا وطعم فعلا فعلا هيعجبك. جربي التتبيله اللي شفتيها النهارده، هتطلع بطعم مظبوط، هتعملي كميه كبيره، وزي ما قلنا هتوفري كتير. وما تشتريش ابدا البانيه بتاع بره.